أهلا، ده أول جزء من تعلم ال AI ودي episode 3 من تعلم البايثون. دلوقتي هنتكلم عن الاوبريتور. ايه هو دوت اللي هي العمليات الحسابية بالنسبة لي. العمليات الحسابية بالنسبة لي هي بسيطة في البايثون، بحيث ان انا لو جيت كتبت له الفاريبل بتاعك ب100، هو فعلا الفاريبل بتاعي اللي هو الاكس ديت ب100، وجيت وقلت له ان الواي بتاعتي دي بالنسبة لي هتكون مثلا 22، فتعالى واجمع لي القيمتين دول. مش هحتاج خالص غير ان انا اقول له ديت زائد الواي بتساوي كام؟ 122. حبيت ان انا اسيفها في حاجه، حبيت ان انا اخزنها في حاجه معينه تانية، هقول له ساعتها ان دلوقتي الزد بتساوي القيمتين دول زائد بعض، فلو جيت عملت برنت للزد هيطلع لي فعلا القيمه اللي متخزنه جواها، وهكذا. انا جيت وعملت ناقص عادي جدا، هاجي اقول له والله ها انت عملت القيمه بتاعتك ازاي؟ جيت وقلت له مثلا اعملها لي ملتبلاي بالنسبه لك، هيجي يشتغل عادي جدا. لا، اقسمهم على بعض، هتيجي فعلا انها تتقسم. طيب انا لو جيت وقلت له ان انا عايزه الباور لحاجه معينه، فهاجي اقول له مثلا 2 باور 2 قص حاجه معينه، فانا دلوقتي الضرب هيكون بالنسبه لي هي استرك واحده، ولو انا هاجي واخلي قص حاجه معينه الباور بتاع حاجه معينه فهتكون بالنسبه لي 2 من الاسترك. وجيت وشفت مثلا الاوبريشنز التانية، لو جيت وشفت ان انا عايزه حاجه زي البوليان، هل ديت فعلا القيمه ديت بتساوي القيمه دي؟ هل دوت اكبر من ده؟ انا ممكن اعمل حاجه زي كده ازاي؟ هقول له مثلا ان ال10 هل هي اكبر من الاتنين؟ هل بالنسبه لي مثلا الاتنين هل هي اكبر من ال4؟ لا مستحيل، فده هيكون بالنسبه لي فولس. طيب انا لو عايزه اقول له هل الاتنين بتساوي الاتنين، يعني هل القيمه اللي داخله لك دي بتساوي القيمه التانية اللي داخله دي ولا لا؟ فبعملها ازاي؟ بعمله ساعتها دبل ايكوال، يعني هعمل له 2 يساوي علشان اقول له هل القيمه دي بتساوي القيمه دي ولا لا، فيقول له فعلا القيمه دي بتساوي القيمه دي. طب انا لو عايزه اقول له لا القيمه دي مش بتساوي القيمه دي، يعني القيمه اللي داخله لك دلوقتي مش بتساوي القيمه اللي المفروض هتدخل لك بعديها، فنفترض ان هي 5، فهو فعلا الاتنين مش بتساوي ال5. ولو جيت قلت له طبعا ان الاتنين هي ديت فيقول لي فولس، لا القيمه اللي داخله لي ديت هي فعلا بتساوي القيمه اللي موجوده عندي. طيب بيبقى عندنا زي حاجه اللوجيك كده مثلا بالنسبه لي، اللي هي اللوجيكال اوبريتورز ديت انا ممكن استخدمها ازاي؟ لو جيت وقلت له انت عندك true مثلا، true and false تبقى ايه؟ فtrue and false بالنسبه لي بتديني false. لو جيت وقلت له true مثلا or false هتكون بالنسبه لي هتديني true، ولو جيت وقلت له عكس بالنسبه لي الtrue فهيديني بالنسبه لي الفولس. بحيث ان انا لو جيت عند اي لوجيكال بالنسبه لي او شروط معينه انا عايزه استخدمها، ان لو هي بترو او فولس فانت هتبقى عارف ان هي فولس. ترو فولس بالنسبه لي نفس الفكره. لو جيت وقلت له مثلا true and true، لو جينا قلنا true and true هيكون بالنسبة لي true. لو جيت وقلت له true or بالنسبة لي، لو جيت نفس الفكرة بالعكس بقى، لو جيت false false أو false and false، اللي هو لو واحدة فيهم لو الاتنين بترو فلو الاتنين بفولس هي حاجة بتبقى محفوظة، يعني فيها شوية لوجيك انك انت القيمة بتاعتك لو هي جات لك بترو، القيمة بتاعتك لو الاتنين بواحدة فيهم، يعني مثلا لو انا جيت انا ترو ولا فولس، فهل الاتنين هيتحققوا ولا الاتنين مش هيتحققوا؟ دي اللي تحقق او ديت اللي هتتحقق؟ طب الاتنين لازم يتحققوا مع بعض، او الاتنين مش لازم ان هم يتحققوا مع بعض، واحدة فيهم بس هي اللي هتتحقق فساعتها تكون بترو، وهكذا. زي ديت واحدة فيهم مثلا اللي هتحقق وهكذا. دي اللوجيكال اوبريتورز عموما اللي موجودة عندنا في البايثون كاستخداماتها، يعني لما تيجي وقتها يكون طبعا ليها استخدامات كتيرة، هتكون حاجة عملية بحيث ان هي تكون حاجة واقعية اكتر عشان ما تكونش كمثال، بس دي الفكرة بتاعتها. طبعا فكرة السترنج نفس ما قلنا، ان انا لو جيت عملت دبل كوتيشن وجيت وكتبت اي حاجة فهو هيكون عارف ان دوت سترنج. لو جيت وقلت له انا عايزه اطبع مثلا برنت الفاريبل بتاعي اللي هو هيكون جهاد مثلا زائد حاجه معينه جنبها، زائد مثلا
قيمة تانية معينة، زائد مثلا كده هوت هاي، هطبعها لي عادي جدا جنبها. زي ما افتكرنا ان احنا قلنا ان السبيس بيفرق جدا، فانا لو عملت سبيس ان هو هياخد القيمه دي وهيطبعها. هو ما عمليش سبيس عشان هو عمل سبيس ما بين الاتنين، لا، هو انا عشان عملت هنا سبيس فهو عارف. يعني انا لو زودت هنا السبيس كمان فهو هيعمل سبيس اكتر. يعني انا السبيس ده هو حسبه، هو عمل عليه كاونت. فلو جيت قدام شويه مثلا في زي شات جي بي تي او زي حاجه تكست انا بكتب مع حد، هو ازاي بيعرف ان هو عنده سبيس كتير؟ او ازاي بيعرف ان انا بكلمه؟ ببدا ان انا اعمل كلين للكلام اللي انا بدخله له، بحيث ان هو ما يكونش مثلا حد كاتب حاجه غلط، ما يكونش حد كاتب سبيس كتيره وخلاص، لا، هو عارف ان في سبيس قبل، في سبيس بعد، وهكذا. لما تيجي موضوعها هيكون ليها تشعبات اكتر. بس كفكره عموما ان السبيس في البايثون هو حساس جدا لاي حاجه مكتوبه او ايا يكن هيكتب ايه. طب لو جيت برضو نفس الفكرة وجيت قلت له مثلا ان الاكس بالنسبة لي هي اللي فيها هاي، وانا عايزة ابرنت مثلا كلمة هنا هوت مثلا ويلكم، حلو، وجيت قلت له اعملها لي بلس الاكس، فهو هيجي ياخد القيمة ديت فعلا اللي موجودة عندي زائد القيمة اللي موجودة عندي هنا هوت، وهيطبعهم هما الاتنين عادي جدا مع بعض، مش هيكون عندهم مشكلة. لو جيت عند حاجة بتبقى فورمولا كده معينة عندها، او بتبقى زي طريقة طباعة، بحيث ان انا مش هاجي كل مرة اقول له اطبع لي في الجزئية الاكس دوت قيمة معينة، لا، انا عايز اكتب الفاريبلز بتاعتي اللي محطوطة هنا. هكتب له مثلا الفاريبلز اللي محطوطة هنا واقول له ان الايدج اللي موجود عندي، وعايز في البرنت بتاعتي هكتب جملة معينة. الجملة المعينة اللي موجودة عندي دي أنا عايزها إنها تطلع بنفس الشكل اللي المفروض هيكون موجود عليه، وهياخد القيمتين اللي موجودين عندي دول وهيطبعهم جوه. زي إن أنا أقول له مثلا my name is، وعايزه ياخد النيم اللي محطوط هنا هوت يطبعه هنا، وكمان يقول لي and مثلا my age is، وياخد كمان الايدج اللي موجود عندي هنا هوت ويطبعه هنا. في ديت فيها طريقتين. اول طريقه ان انا هاجي هنا هوت واكتب له حرف الاف قبلها، حلو، وهاجي هنا هوت اقول له ان انا هعمل لك القوسين دول وهكتب لك الفاريبل اللي المفروض ان هو هيتكتب جواها، وكمان هاجي هنا هوت هعمل لك القوسين وهاجي اكتب لك الفاريبل اللي المفروض ان هو هيجي ويتكتب جواها. لما هاجي اطبعها هو فعلا عرف ياخد الفاريبل دوت وجي خدها، وفعلا برضو عرف ياخد الفاريبل التاني ويجي وخدها. دي اول طريقه. تاني طريقه انا ممكن اعملها ازاي؟ انا ممكن اقول له برنت عاديه جدا، وهاجي اقول له نفس الجمله بالظبط، مش هقدر اغير فيها اي حاجه، خدها بالظبط كده. بس هنا هتختلف الحاجه، انا مش عايزه اكتب جواها القيمه اللي انا عايزاها، لا، انا عايز اعمل فانكشن، او انا عايز حاجه زي مثلا اللايبراري كده بالنسبه لي، او زي اكشن انا عايزه ان هو لما اجي اقول له خد يا فلان اطبع لي جوه الجمله ديت القيمه اللي موجوده عندي. انا ممكن اعملها ازاي؟ انا ممكن اجي هنا اهوت واقول له عند الجمله بتاعتك دي بالنسبه لي فورمات، الفورمات اللي المفروض هيطلع لك، واجي ساعتها اعمل له قوسين. يبقى دي بالنسبه لي اكشن معين هيحصل هيتنفذ على الجمله دي. الاكشن المعين اللي هيحصل دوت ايه؟ الاكشن دوت هيتحصل ازاي؟ هقول له ان انا اول حاجه عايزك تكتب النيم، وبعدين تاني حاجه عايزك تكتب الايدج. بمعنى ان انا دلوقتي جيت زي مثلا في مكتبه، وجيت المكتبه دي وقلت له يا صاحب المكتبة هات لي أول حاجة النيم وبعدين هات لي الإيدج. فقال لي جميل، هحطها فين؟ فقلت له خلاص حطها هنا هوت، لما تيجي تاخد النيم حطه هنا هوت، ولما تيجي تاخد الإيدج حطه هنا هوت. هل بالترتيب؟ يعني لو جيت عملت برنت هو فعلا خد النيم في الأولاني وحطها هنا، وخد الإيدج في التاني وحطها هنا هوت. طيب أنا جيت وقمت اتلخبطت وعملت كده اهو، هيجي يقول لي جميل، انا الاول فاريبل جالي هحطه مع اول قيمه المفروض احط فيها، تاني فاريبل هيجي لي هحطه مع اول قيمه انا المفروض هحطه فيها.
بس لآخر طريقة ان انا دلوقتي لو عندي ارقام عشرية وعايزة الارقام العشرية ديت انا ياخد منها قيمة معينة بس، فنفترض مثلا ان انا عندي قيمة زي كده وعايزة اخد اول 3 ارقام او عايزة اخد اول رقمين. انا ممكن اعمل الحركة ديت ازاي؟ ممكن بمنتهى البساطة هكتب له مثلا print بالنسبة لي وهتطبع لي مثلا for only مثلا بالنسبة لي for only price معين انا هاجي اخده منك. حلو. دلوقتي انا عشان اشغلها هكتب له فورمات. الفورمات بتاعتي ديت هتقولي انا محتاجة قيمة. طيب انا ممكن اعملها ازاي او ان انا ازاي ممكن اخد منها قيمة بتاعتها؟ هاجي واقول له انا عايزه احط البرايس بتاعي هنا. عشان احط حاجه معينه انا بالتالي بعمل القوسين بالنسبه لي دول. طيب انا علشان اقول له هنا البرايس او انا عايزه اخد رقمين بس، انا عايزه اخد 3 ارقام بس، انا ممكن اعرف حاجه زي كده ازاي؟ هاخد الفاريبل بتاعي واقول له من الفاريبل ده انا عايزه ان انت تديني اول 4 ارقام عشريين بس، يعني انت هتديني دول الاول 4 بس اللي موجودين. حلو. وبعديها واجي اقول له ان هوت البرايس بتاعي دوت هو هيكون بيساوي القيمه دي. خلينا هنا فيجي يقول لي انا هاخد اول 4 فعلا، لا انا عايزه اول رقمين بس، هيجي يديني فعلا اول رقمين بس. مع العلم لو انا جيت عشان هو حسس من السبيس بالنسبه لي وجيت وعملت كده هوت سبيس، فهيكون عنده مشكله ان ايه الفاريبل اللي محطوط عندي ده، حتى لو هنا هوت في سبيس فهو مش شايفه كده، فانا لازم اعمله بالنسبه لي دوت الفاريبل اللي انا محتاجك انك انت تحطه، او انا محتاج منك انك انت تعمل حاجه هنا. فلنفترض ان انا جيت وقلت له انا هشيل اصلا الفاريبل بتاعك دوت اللي هو البرايس. سؤال سريع، لو انا سبت البرايس ديت هيكون فاهم ان هو هيحطه هنا هوت ولا لا؟ لو انا سبت الرقم بس هيكون فاهم ان هو هيحطه هنا هوت ولا لا؟ لو جيت ورحت قلت لك انا هعمل كده، مش عنده اللوجيك ان هو يقول له ان هنا هوت في فاريبل محطوط هنا، مش منطقي. دي اول حاجه. طب انا لو سبت الرقم هنا اهو، هل هيقول لي زي ما انا عملت هنا فوق انك انت اديتني مثلا قيمه معينه والقيمه ديت سبتها لي فاضيه فانا المفروض ان انا اكون عارفها؟ يعني اديله الفاريبل هنا هوت او ما اديلهوش هو تمام ما عندوش مشكله، بس لو انا اديته الفاريبل هنا انا لازم اديله الفاريبل هنا. لو ما اديتلوش طبعا مش هيفرق، مبقاش عنده مشكله، انا هديله ساعتها القيمه بتاعتي اللي محطوطه هنا هوت هتسمع على طول علشان هو هيكون شايف القوسين دول.